العالم كيعترف بالصحراء المغربية من قلب فرنسا، وجهة العيون كتفاجأ النظام الجزائري في واحد المنبر دولي. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم جيناكم بخبر مهم بزاف كيأكد بالملموس أن الصحراء المغربية ما بقاتش غير في الخرائط، ولكن ولات حاضرة وبقوة في المحافل الدولية. جهة العيون الساقية الحمراء دخلت رسميا لمكتب الجمعية الدولية للجهات الفرانكوفونية، وهذا من قلب فرنسا في مدينة ليون وبتصويت بإجماع دولي. شنو معنى هذا الحدث؟ وشكون هذه الجمعية؟ وعلاش الجزائر غادي تصدموا منه؟ خليكم معنا وغادي نحلوا الأمور واحدة بواحدة ونعطيوكم السيناريوهات القادمة واللي كتشكل صدمة حقيقية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية. نبدأ على بركة الله. بسم الله. جهة العيون الساقية الحمراء، وبالضبط من خلال المستشارة عزيزة، تم انتخابها البارح بالإجماع كعضو رسمي في مكتب الجمعية الدولية للجهات الفرانكوفونية. في واحد الجمع العام احتضنته جهة في مدينة ليون الفرنسية. هذه الجمعية كتضم جهات ودول فرانكوفونية من جميع القارات، وكتخدم على مشاريع ديال التنمية، الشباب، الثقافة، البيئة والطاقة. الانتخاب ديال العيون تم بإجماع دولي كيف ما قلت لكم، ماشي بمجاملة، ولكن كاعتراف حقيقي بالدور اللي كتلعبه الجهة في المجال الإفريقي والدولي. المغرب كيف ما كتشوفوا خدام بهدوء وذكاء دبلوماسي، ماشي غير في المستوى الدولة ولكن حتى في الجهات، وهذا الشيء يعني أن المملكة كتخلي حتى الجهات الجنوبية تبرز وتبان في الساحات الدولية، وهذا الشيء كيخلي الجزائر وقيادات البوليساريو يفقدوا الصواب ديالهم، حيث الصورة اللي كيسوقوها على أن الصحراء منطقة نزاع ولات غير صالحة. اللي واقع اليوم هو أن المؤسسات الدولية كتتعامل مع العيون كجهة مستقرة ومتطورة وتابعة للمغرب بشكل عادي. هذا الخبر خاصكم تعرفوه، هو مهم بزاف. علاش؟ حيث جاي من فرنسا اللي هي القوة المؤثرة في الاتحاد الأوروبي. كيعني أن الجهات الفرنسية وعموم الفرنكوفونية كيتعاملوا بشكل طبيعي مع جهات العيون، والتصويت بالإجماع فيه رسالة سياسية صامتة ولكن قوية. الصحراء جزء من المغرب، والواقع على الأرض كتغلب على الأوهام اللي كتحاول تنشره لا البوليساريو لا النظام الجزائري. هادشي ماشي سهل يتحقق، خاصكم تعرفوه، ورا خدامين عليه عبر التعاون اللامركزي اللي كيربط الجهات المغربية مع جهات أجنبية. قبل ما نكمل لكم الفيديو بغيت نعرفكم شكون هي هذه الجمعية وشنو التأثير ديالها. الجمعية الدولية للجهات الفرانكوفونية هي منظمة دولية فيها مئات الجهات من إفريقيا، أوروبا، كندا وآسيا، كتشتغل على التنمية المستدامة، الحكومة، التعليم، الثقافة، وكتربط بين الجهات باش يتبادلوا التجارب وينفذوا المشاريع. عضوية العيون في مكتبها كتعني أن الجهة ولات من صناع القرار داخل هذه المنظمة، وهذا الشيء كيجي مع كاين واحد الزخم في العلاقات المغربية الفرنسية، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة اللي دارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب والدعم اللي عبر عليه للوحدة الترابية. وكاينة زيارات متكررة لمسؤولين فرنسيين للعيون والداخلة، وافتتاح كذلك ما تنسوش مكتب تابع للسفارة الفرنسية في الصحراء، زاد عطى شرعية للوضع الحالي وزاد عزز العلاقات بين المملكة المغربية وفرنسا. هناك سوابق مماثلة.
ماشي أول مرة، حيث انتخاب العيون سابقا في مناصب دولية في التحالفات البيئية والتنموية. الداخلة هي الأخرى سبق ودارت منتديات دولية حضروا فيها وزراء ورؤساء جهات من أوروبا وإفريقيا، عدة اتفاقيات شراكة بين جهات الجنوب وجهات أوروبية بما فيها إسبانيا وفرنسا. هناك العديد من السوابق المماثلة. الآن تكلموا على ردود الفعل. بالنسبة للمغرب مرتاح، هذه أكيد، وكيشوف هذا الشيء تأكيد على الاستراتيجية اللي كتابعها. أما الجزائر أكيد كذلك غادي تعتبر هذا الشيء استفزاز وغادي تحاول تشكك فيه. أما البوليساريو ما بقى عندها ما دير، لأن هذه المؤسسات ما كتعترفش بها أصلا، وكتشوف المغرب هو الطرف الشرعي والمسؤول. أما دوليا دول كتقول كتعترف بالواقع في الصحراء ماشي بالشعارات، والصحراء مغربية وتابعة المملكة المغربية. النتائج ديال هادشي، المغرب غادي أكيد يربح نقاط دبلوماسية بلا ميدوي بزاف عبر الجهات، والجزائر كتخسر أوراقها واحدة تلو الآخر، والبوليساريو كتحاصر في واحد الزاوية وكتفقد الحلفاء ديالها. أما إذا جينا نشوفوا النتائج إفريقيا ودوليا، الصورة بدات كتوضح، والموقف الدولي كيتحول لصالح المملكة المغربية بلا ما يكون عنف أو حرب، ولكن عبر الوجود المؤسساتي الذكي اللي كديروا المملكة المغربية باتخاذ مثل هذه القرارات. في نظري السيناريوهات اللي ماجة في الأيام الجاية، جهات الجنوبية غادي تبان أكثر في الساحة الدولية، والمغرب غادي يواصل يدفع بالجهات ديالو في مناصب وشبكات عالمية. الجزائر غادي تكمل في محاولة تشويش حيث هذا هو الجهد ديالها، ولكن الشرعية الدولية غادي تتوسع لصالح المغرب. ممكن نسمعوا في المستقبل القريب على منتدى فرانكوفوني كبير في العيون أو الداخلة. ختاما مشاهدينا الكرام، اللي وقع في فرنسا هو أكثر من مجرد انتخاب بسيط، راه اعتراف ضمني وواضح بأن الصحراء المغربية مستقرة ومندمجة في الدولة وكتساهم في العلاقات الدولية وفي المستقبل ديال إفريقيا. هذا الإنجاز راه ما جاشي صدفة خاصكم تعرفوا، ولكن ثمرة ديال عمل طويل واستراتيجية كيطبقها المغرب وبصمت وبثقة وبدون كواليس أو بهلجة أو هادشي اللي كديروا الجزائر. والرسالة اللي خاص الكل يسمعها، المغرب ما غاديش يرجع اللور، والعيون والداخلة ماشي ورقة تفاوض، ولكن جزء من وطن قوي كيبني وكيشارك وكيقنع العالم بلا ما يفرض على حد شي حاجة. الصحراء مغربية والتاريخ كيتكتب كل نهار، ولكن هذه المرة من قلب أوروبا وبأصوات دولية. حنا غادي ننتظروا التعاليق والآراء ديالكم بخصوص هذا الموضوع. تلاقاو فيديو جديد، إلى اللقاء.